ويلا بقى نقول بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يلا بقى كده نخش بقى على الفينش النهائي بتاع تشطيب شقة العروسة. بصوا شطبناها وعملنا كل الديكورات الجميلة دي، بسم الله ما شاء الله. انا عايزاكم بصوا تخلي الفيديو ده مليان لايكات. لو عجبكم طبعا الفيديو كملوا بقى للاخر، هتشوفوا يعني فرش حلو جدا وان شاء الله تاخدوا افكار كويسة. ونبدأ بقى كده بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما ان شاء الله. زي ما انتوا بقى شايفين كده، ديت كانت أوضة النوم بتاعة العريس والعروسة. ما شاء الله عاملين ديكورات حلوة جدا، مفرش بجد عاجبني جدا جدا، حلو قوي. ودي كده زي ما انتوا شايفين أوضة الأطفال. آم، طبعا هي يعني انا مصورتلكوش اللي هو لما فرشت الفرش اللي هو لما صلى على النبي، اللحاف بتاع المفرش، قصدي بتاع السرير الاطفال، فمعرفتش خالص ان انا اصوره. فدي كده كانت اوضه الاطفال، ودي كده الدولاب والمفارش بتاعتها والبطاطين بقى حطها كده زي ما انتوا شايفين، رصينها رصه كويسه جدا ما شاء الله. ودي كده الهدوم الشتوي بتاعت العروسه اللي فوق، واللي تحت في الشماعات دي هدوم العريس. تمام. عايزه اقول لكم الفيديو اللي فات كان حلو جدا. عايزاكم بقى ترجعوا كده وتاخدوا كده جوله في القناه، ان شاء الله القناه هتكبر بيكم ومعاكم باذن الله. عايزين كده نكبرها، وبصوا عايزاكم تشيروا كده الفيديو كده لاصدقائكم. عايزاكم بجد يعني تفرحوني وتكتبوا تحت كده في الكومنتات تدعوا للعريس والعروسه كده ان ربنا يا رب يهدي سرهم كده ويبعد عنهم اي شر ان شاء الله. وربنا يا رب يسعد قلوبكم جميعا يا رب ان شاء الله حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده. بس هي دي كده دوت بقى ايه اوضه النوم، الدولاب بتاع اوضه النوم زي ما انتم شايفين كده عامل له خزنه. هو عامل الدولاب ده الاوضه الاوض كلها عموله تمام. ودي كده الشماعات لما صلى على النبي والمفارش. وبس هي كده ديت بقى الريسبشن، اوضه الريسبشن. بصوا ما شاء الله لما بارك، يعني بقت في حته تانية خالص. بص السجاده لايقه جدا على المفرش، على الحوائط، لون الحوائط. وكمان الركنه جميله جدا، لون انا بحب اللون ده جدا جدا. الشقه دي يا بنات في الارياف، يعني ذوقهم بقى حلو قوي عن زمان يعني. فما شاء الله يعني ربنا يسعدهم يا رب، ويسعدكم انتوا كمان كده ويرزقكم كده كل اللي بتتمنوه ان شاء الله. بس حاطين بقى كده بتاعت الكحك والبسكوت ودوت النيش الجميل الصغنون. انا بصراحه ما بحبش النيش خالص، فده طبعا يعني اختراع حلو اللي هم عملوا ضرفتين دي، فده طبعا حلو جدا ما بياخدش مكان ولا اي حاجه. بس ده كده كانت الريسبشن. تعالوا بقى نروح على المطبخ. بصوا هي جايبه حاجات كده يعني رقيقه وحلوه في النيش. دوت حاطه فريزر عشان طبعا ما فيش مساحه. دي كده كان شكلها بقى النهائي، شكل الريسبشن ما شاء الله حلو جدا، والالوانات منسقه كلها مع بعضها. تعالوا بقى نشوف هنا بقى يا حبايب قلبي المطبخ زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نتفرج كده عليه. هنا حاطين جزامة في الاول عشان خاطر مفيش مساحة في الشقة. تمام. هي الشقة دي 85 متر. بس الاوض ما شاء الله مرتاحة زي ما انتم شفتوا كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده ديت الجزامة. تمام. وحاطين فوقيها بتاعة التسالي. طبعا يعني هي كان المطبخ هنا ما كانش لسه ترص، فاهميني؟ يعني ما كانش لسه، قصدي يتفنش الفينش النهائي اللي هو ايه تعديل بقى الديكورات وكده. وهنا بقى ايه الحاجات بقى اللي هي جايباها حاجات العروسة اللي هو بتاعت المطبخ وكده. وهنا كده زي ما انتم شايفين تحت الحوض. وهنا الحاجات الباقية التانية. وهنا بقى ايه الحاجات اللي على المطبخ على الرخامة زي ما انتم شايفين كده. ودي الكاسات والكوبايات بقى والتاتشات بتاعتها. اتمنى بقى يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم، وعايزاكم بجد تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. هنزل لكم فيديوهات حلوه جدا الفتره الجايه. ويا رب تكونوا خدتوا كده افكار من الفيديو. تمام. بصوا بقى هي حاطه طبعا اي عروسه، ما فيش عروسه ما بتحطش الباقي فوق الدولاب. وبعد كده بقى ايه بعد شويه بتلاقيهم حطوهم بقى تحت السراير، لو في بقى تحت السراير فاضي وكده فبيحطوا بقى تحت السراير، بيشيلوا الحاجات دي عشان طبعا الاتربه.
وديت التربو بتاعها، حاطه بقى الخزين بتاعها فيه، وهنا بتاعت التوابل وبتاعت المعالق وبس كده بقى يا حبايبي. ودوت الفرن. وده كان بقى ايه الشكل بتاع المطبخ. وده كده بقى الحمام بعد ما رصوه كده زي ما انتوا شايفين. بس هنا الصابون والشامبوهات والبلسم والشاور. وهنا بس ده كان بقى الشكل النهائي. اتمنى يكون عجبكم. مع السلامة.